انصراف الناس عنك ليست مشكلة، ربما صرفهم عنك ليصرفك إليه، وربما صرفهم إليك ليصرفك عنه، والمخذول من صرف عن الله بغير الله. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. السلام عليكم. كثير من الموظفين متعلقين بقلوبهم بالدوام، يظنون أن الرزق هو في الوظيفة فقط. علق قلبك بالله سبحانه وتعالى فقط وليس بأي أحد آخر، واعلم أن الرزق بيده وأن الدوام والوظيفة مجرد سبب. الناس إذا غفروا لزلتك يغفرون لك مع بقاء الوحشة في قلوبهم تجاهك، أما الله مع مغفرته لذنبك يتودد ويتحبب إليك، ولذا قال عن نفسه وهو الغفور الودود. متى عدت إلى الله صادقا فثق بأن الله سيقبل هذه العودة. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم رعوى ثم انتهى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. السلام عليكم. الشيطان اللي يدعونا لنعصي الله ثم نستجيب له هو أول من يتخلى عنا ويجحدنا يوم القيامة. فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم